يفرقون بين هذا وذاك ويثنون على موقف الجزائر من القضية الفلسطينية. نعم، هذا يعني قلنا أنه ليس جديد بالنسبة للدولة الجزائرية شعبا وسلطة. نتحدث عن البيان حقيقة يتحدث بلغة القانون الدولي، احتراما للأعراف الدولية والقوانين والقرارات. نتأسف عن بعض الدول تتحدث عن عشوائية العمل وكأنه لهم شركاء في تلك المنطقة، يعني نتأسف عليها. أيضا لغة التطبيع أثارت وجهة هذا العمل في بياناتها، كانت واضحة صارخة. نعم، كل إناء ينضح بما فيه. نعم. عندما تحدثنا أيضا اليوم ما نلاحظه اليوم أيضا المجموعة العربية يجب اليوم، بما أنه اليوم الجزائر لها منصب حليف أنها تكون عضو يعني غير دائم في مجلس الأمن، هذا اليوم من ضمن البرنامج الدولة الجزائرية في التي يحترمها العالم بدبلوماسيتها، بعدم تدخلها في شؤون الغير، لكن تبحث دائما على القضايا العادلة أن تكون يعني كما عقبة لكل من تسويه نفسه المساس بهذه مبادئ الجزائر، مبادئ ثورة نوفمبر، مبادئ النوفمبرية لدولة الجزائر. وبالتالي وهي أستاذ هذه المبادئ تاع الجزائر ليست بدعا من مبادئ القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية، ليست بدعا منه، ولا يعني احنا انفردنا بقيم أخرى. بالعكس عندما تنفرد الجزائر تنفرد ما جاء في قرارات والاتفاقيات والأعراف الدولية، ما أخذتش كلام هكذا فارغ يعني عندما نتحدث نحن اليوم نتحدث بقرارات. الآن سنطرح العديد من القرارات التي كانت مجلس الأمن يصاغ بهذا المجلس الأمن ويعطي قرارات بهذا النظام، وللأسف أنه كانت دولة الاحتلال الصهيوني كانت لن تضرب دائما بعرض الحائط كل هذه القرارات الدولية، وهي تعتبر تنفرد بالقرارات الرجولية والارتجالية في كلام فارغ. يعني اسمح لي أيضا اليوم الهدف اللي وقعت فيه الكارثة هذه بالنسبة لهم هم يعتبروها أنه شيء نوعي. ما ننساش أنه يعني الخطوات اللي مرت فيها يعني خلينا نقول المقاومة الفلسطينية أعطت الإبداع، أعطت الميكانيزمات الجديدة، أعطت كما قلنا جيل جديد للتعامل معه في ظل هذا الوضع الراهن. أيضا لا ننسى أنه اليوم الهشاشة داخل الجهازين السياسي العسكري الذي تمكن من هذه النوعية الوصول إلى هذه النوعية. أستاذ عاشور، هل برأيك يعني آخر ما يملك آخر الأوراق أنه لا في جعبته أبيات أخرى من الشعر ومن المقاومة ومن أنا أعتقد هناك الكثير، لأنه تصريحات اليوم الجناح العسكري خلينا نقول للمقاومة الإسلامية حماس أعلن بشكل رسمي أنه هناك الجديد سيكون الجديد ثم الجديد يعني في خلال الساعات القريبة. نعم يحددون. نعم هذا كلام نبرة جديدة ستكون على الوضع السياسي الداخلي. يعني عندما نلاحظ اليوم طيران بطائرات بدون طيار، يعني طائرات شراعية استعملت في أحد الحروب، اليوم نشوفها موجودة يعني بطريقة يعني ذكية. التواجد خلال الساعات داخل المستوطنات، اعتقال رأس يعني جنرال يعني قائد الناحية العسكرية الجنوبية، هذا الشيء دل أسر حوالي 50 عسكري في كل رتباتها. خلينا نقول احنا بالنسبة للعسكريين المهمين هذا في فترات الصباح، يعني في ساعات الصباح الأولى، يعني لحد الآن ونحن موجودون هنا آخر يعني التطورات أنه هناك أيضا أسر العديد من الجنود وأيضا المستوطنين. هذا لا يستطيع تماما أستاذ الفاضل، يعني حسب الدراسات وحسب الدراسات الاستراتيجية أنه هذا اليوم يعتبر أول مسمار في نعش إسرائيل. أنا أقول بكل صحيح العبارة، لأنه اليوم ستبحث. كنا نعتاد أنه المقاومة تتحدى يعني أن تقول يعني هناك وقف إطلاق، دراسة جو، دراسة كذا، تكتيك، هدنة. اليوم لا هدنة لهم يحزنون. اليوم هناك كما ادعى، خلينا نقول نمشوا على كلام من ادعى. واليوم كان نتنياهو واضح في كلامه، يعني الإجرام كله كان يشرف عليه تاريخيا، يقول إنه اليوم نحن في مرحلة حرب يعني أو يستنجد. اليوم الحكاية يعني خرجت من يده، خلينا نقول بصحيح العبارة. وهل برأيك يعني استدعاء الاحتياطيين أيضا هذه نقطة مهمة داخل الجيوش. يعني عندما تجد أنه الجيش يتغنوا به هذا الجيش الكلاسيكي والجيش القوي، اليوم يستدعي الاحتياط، يعني أنه يعني الأمر يعني خرج عن السيطرة على المألوف. طيب، وهل برأيك أستاذ عاشور ارتدادات يعني مركز الهزة هو الأراضي المحتلة بطبيعة الحال؟ نحن لا نعترف بوجود الجيش المحتل في الأراضي الفلسطينية، بالنسبة لنا أراضي مقدسة فلسطينية محتلة. هل برأيك ارتدادات الهزة يعني مركز الهزة في الأراضي المحتلة هل راح يكون لها ارتدادات أخرى
في مناطق أخرى، يعني في العالم الغربي وحتى في العالم العربي. في العالم العربي تحديدا التطبيع، وحتى في العالم الغربي مسألة التطبيع هذه، هل برأيك اليوم التطبيع بلغ حدوده التاريخية بهذه الضربة؟ يعني مشكور عن سؤال جوهري في هذا الطرح. يعني عندما نتحدث عن قطبين، خلينا نقول اليوم بلغة سياسية أخرى أو استراتيجية أو دراسة أخرى، اليوم عندما نتحدث في النقطة الأولى، اليوم تعودنا على الدراسات الاستراتيجية أن هناك تبدأ تنتقل المعركة بالنسبة للمقاومة من قطاع غزة ثم الضفة الغربية ثم أراضي 48. هذا شيء داخلي لأنه منهج، لأنه اليوم عندما نتحدث عن أكبر 5 مستوطنات، يعني نتساريم، نهضر على كيبوتس 4 كيبوتس 5، هذا يعني تتحدث على مستوطنات قوية جدا عسكرية أكثرها ما هي مدنية. خلينا نقول يعني الطابع العسكري هو اللي ينشط لأنه متقاربة على أكناف الحدود قطاع غزة. هذا شيء انك تحتله، انك انت توصل تحتله معناته تدخل وتدير وش حبيت فيه داخل هذا المجتمع، اذا اصبحت انت قوي. النقطه الثانيه، وصولك الى سجن عسقلان هو الرساله، نرجع للرساله الاساسيه اللي كانت تؤخذ للتفاوض، وهي الاسرى اللي بدون وجه شرعي او حق شرعي كدفاع شرعي يصبح انه معتقل سياسي ومعتقل يعني جنائي وكذا. هذا الشيء ايضا وصول المقاومه لسجن عسقلان بالمشروع الفلسطيني، وكان الهدف الاساسي. حتى كلمه سيد رئيس الجمهوريه ما نقدرش نغطوا الشمس بالغربال، يعني لا احنا والشعب داخله بغض النظر نختلف في بعض الجزئيات، لكن لن نختلف على الجوهر الاساسي ومع عمليه او معركه طوفان القدس قد دقت فيه ناقوس الخطر. نعم. لا مسمار، في اخر مسمار في نعشه. يعني هو المشكل انه اليوم الحادثه اللي نحن نعيشوها اليوم هي راح تخلي المسمار سيؤخذ من المجتمعات العربيه ضد انظمتها. صدقني يعني مش حاجه راح تجيبوها جديده، لانه كل مجتمع عربي مسلم يعي ماذا يحدث. نعم. فبالتالي نحن لا اوكي، نحن مستعدين يا اخي. نحن اليوم يقولوا الجزائر تاريخيا عندها قناعه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه ما فيهاش خلاف، لكن مع احترام الاتفاقيات والمواثيق الدوليه. لكن المجتمعات العربيه عندما ترى خيبة الأمل من أقرب من يكلفهم الأمر فيهم سيكون هي المأساة. هذا هو المسمار بالضبط. نعم، يعني الشعوب العربية ممكن أكيد ستحس بهذا الواقع. صعب أن يعني صعب نتحدث عن مجتمعات عربية يعني جامدة. انتهت الجماد اليوم. يعني كما تفضلتم اليوم رايحين نروحوا مشروع سلام، يا اما يكون عادل وواقعي وجديد كما تحدث رئيس الجمهوريه هو حدود 67، يا اما نروحوا في اساءه لبعض المجتمعات العربيه كما جاء في بيان الخارجيه الجزائريه اليوم. طيب يعني برايك الان مشروع التطبيع انتهى، ومن يرسم في المستقبل يعني بحكم ما شاهدناه اليوم من معركه طوفان القدس، من سيرسم قواعد التفاوض وقواعد نعم التفاوض؟ هل رايح يكون الجانب الفلسطيني والعربي عموما في مركز قوة، أم أنه ممكن الآن تقدر تتواصل الأنظمة الدولية هذه والمجمع الدولي هذا يواصل في التعنت تاعه والكيل بمكيالين؟ ممتاز. يعني عندما نتحدث عن طوفان فالآن مطالبين الطرف الآخر هو الذي يبحث عن التفاوض. يعني اليوم تقلبت السحر على الساحر. الطرف الاخر هذا هل هو الكيان الصهيوني؟ نعم، كيان صهيوني. حتى الغرب يعني. حتى الداعمين للكيان الصهيوني، خلينا نقولها بكل صريح العباره. اليوم ما نتحدثش عن الكيان الصهيوني، لانه الكيان الصهيوني عندما يضرب في عرض الحائط كل القرارات الجمعيه العامه للامم المتحده وكل قرارات مجلس الامن وكل المنظومه الدوليه وكل حقوق الانسان وكل القانون الدولي الانساني وكل الاتفاقيات وكل المحاكم الدوليه، يدل على انفراده في الساحه بعناصره الداعمه والسانده له. ننطلق من هذه الفكرة. يعني لولا دعم هذا الغرب لما عاث فسادا في فلسطين. بالضبط. واليوم أيضا القطبية داخل المنطقة الدولية، الثلاث قطبية هذه أيضا اليوم هناك في حسابات أخرى، في تقسيم استراتيجي آخر، في وضعية اقتصاد جديد، في عالم الآن رايح خلينا نقول الهاوية، خلينا نقول بصحيح العبارة اليوم إعادة كبح جماح والرجوع والعدول على ما يؤمن ويسيطر على القانون والمنظومة الدولية. لأنه اليوم يجب الاختفاء أو الذهاب حول التفاوض ليس العبثي بل التفاوض الحقيقي، وما
التزم فيه الأطراف. نحن تحدثنا عن أوسلو من 20 سنة وأكثر، نعم. إلى يومنا هذا سلام الشجعان ولم نلاحظ شجعان. لكن إذا تحدثنا تاريخيا نلاحظ أنه عبر التاريخ الإسلامي وإحنا دائما هم عفوا خير ينقضون الوعود والعهود والكذا. هذا كان جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم عايشنا حتى في المستقبل، يعني أي اتفاق بدون حل، أي يعني اليوم حتى البيان الجزائري يقول لك احنا يعني نريد تدخل فوري للمجموعة الدولية. على أي أساس؟ على القوانين والأعراف الدولية. طيب. أيضا نبحث عن حل الرجوع لحق الشعب الفلسطيني تغيير مصيري. نعم. أيضا الرجوع إلى ما جاء في حزيران 67. نعم. يعني تفضلوا ثبتوا لنا هذا على أرض الواقع. حدود 67. نعم. بالضبط. هذا احنا ماناش ضد القانون، ماناش ضد يعني الواقع القانوني، لكن رانا ضد العنف وضد يعني التجريم والتهجير والاستيطان المتزايد والتلاعب في المنظومة الدولية. وهذا كله يعطي للمقاومة حقها، حق الشرعي، عن دفاع نفسها. شرعي. هذا حق دفاع شرعي مشروع دوليا. طيب معلش اليوم نديروا فاصل أستاذ إذا كنت كرمت، ثم نعود للحديث خاصة على تداعيات معركة طوفان وطوفان الأقصى وطوفان القدس، طوفان الفلسطيني، طوفان المقاومة، للحديث على تداعياته أكثر، وخاصة نحاول أن نقرأ يعني في تجليات المستقبل. هذا هو اللي يهمنا كثيرا، خاصة أنه يعني المعركة لم تكشف عن كل أسرارها وإمكاناتها وتداعياتها وارتداداتها التي ستكون كارثية المشاهد التي شهدناها اليوم والتي أثلجت صدور المؤمنين. فاصل قصير ثم نواصل النقاش مشاهدينا. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا نحن يعني نواصل الحديث والنقاش في تغطية مستمرة للبلاد حول الأوضاع في فلسطين بطبيعة الحال، وحول عملية طوفان القدس وطوفان الأقصى، طوفان المقاومة. هذه المقاومة التي انتفضت لتدفع الضريبة مرتين، مرة